fearing, Winston, is a constant victory, a constant triumph. You are beginning to accept it. You will soon welcome it. And finally, become part of it. You asked me once, Winston, what was in room 101. I told you that you knew already. Everyone knows. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world. في عالم أوشينيا يعيش المواطنون تحت رقابة صارمة من قبل الحزب الشمولي بقيادة الأخ الأكبر. يتم قمع أي شكل من أشكال المعارضة، مما يخلق مجتمعاً خاضعاً بالكامل. وينستون سميث، موظف في وزارة الحقيقة، يقوم بتزييف السجلات التاريخية لخدمة الدعاية الحكومية. يشعر بالاغتراب عن المجتمع ويسعى للتفكير المستقل، وهو ما يعتبر جريمة في أوشينيا. يتعرف وينستون على زميلته جوليا، ويكتشف أنها تشاركه الرغبة في التمرد. يبدأان علاقة سرية، ويجدان في حبهما متنفسا للهروب من قمع النظام رغم إدراكهما لخطر الهلاك. يحصل وينستون على نسخة من الكتاب الذي كتبه زعيم المقاومة المزيفة إيمانويل جولدشتاين. يقدم الكتاب تحليلا للطبيعة الاستبدادية للنظام ووسائل السيطرة على الفكر. يتم القبض على وينستون وجوليا من قبل شرطة الفكر ليكتشفا أن المقاومة كانت فخا نصبه الحزب. يتعرض وينستون لتعذيب شديد في وزارة الحب، مما يجبره على خيانة جوليا. تستعرض الرواية طرق الأنظمة الاستبدادية في التحكم بالأفراد، مثل الرقابة الشاملة والتلاعب بالحقائق. تناقش كيف تستخدم اللغة كوسيلة للسيطرة على الفكر، وتبرز الحب كقوة مقاومة. إذا أعجبك المحتوى، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دعمك هو القوة الدافعة وراء تقديمنا لمحتوى أفضل وأكثر تنوعاً.